وانا فعلا في قمه الانبساط من الصفقه دي ومبسوط بيها جدا جدا جدا. ومتاكد يعني دي من الصفقات القليله اللي انت يعني بتبقى متاكد كده ان اللعيب ده هيجي فرقتك ينجح. بلاج اند بلاي على طول، هيجي يركب في المنظومه وهيجيب لك اجوان. في لعيبه كده انت بتبقى عارف ان هو ايه، صعب قوي ان هو يجي وفجاه كده تلاقيه ايه، مش واثق في نفسه، مش عارف يتاقلم مع اجواء الدوري، مش عارف، بيضيع كتير، مش عارف ينسجم في الفرقه. في لعيبه كده انت بتبقى يعني بيزد على ادائها مع النادي بتاعها واللي انت شايفه من ثقه وتهديف وشخصيه وما بيخافش وقوه بدنيه، بيبقى صعب قوي ان انت تتخيل ان هو هيجي مثلا في ريسك ان هو ما ينجحش او في ريسك ان هو خايف. فانا متحمس جدا 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 ومبسوط قوي، لان ده عنصر احنا بندور عليه يا جدعان من ايام ما فان بيرسي مشي. من ايام ما فان بيرسي مشي من 13 سنه مثلا. انتوا متخيلين ان احنا 13 سنه بنجري ولا سترايكر راس حربه وقاعدين بنشوف عاهات بمعنى كلمه عاهات قدام؟ تمام، يعني بنشوف بقى لعيبه اللي هو بتيجي تحاول تملى لك المركز ده وما بتعرفش. شفنا بقى نيكولاس بندنر، شفنا بقى لوكاس بيريز يجي يلعبها لك، شفنا يايا سانوجو، شفنا جيرو هو كان لسه في فورمه البطه وبيحاول يجري ورا الكوره، شفنا لاكازيت اللي هو اول ما جه خاب شويه، اوباميانج جه لعب موسم واحد بعدين. نفسنا بقى في المهاجم اللي احنا نقدر نلجأ له في الماتشات المعقربه، واللي احنا نقدر يعني نلجأ له ان هو يترجم كل الفرص وكل الحاجات اللي احنا بنوصل بيها للجون دي لاهداف. فهو يوكرش هيبقى هو المهاجم ده. وفعلا يعني انا متاكد ان هو ان شاء الله هيخش في سباق الجولدن بوت، وان هو يعني صعب قوي واحد يبقى جايب 50 جون في الدوري البرتغالي. يعني انت بتقول ان الدوري البرتغالي اسهل من الدوري الانجليزي، وانا متفق معاك، بس في الاول وفي الاخر مش لدرجه 50 جون. يعني لو قلنا مثلا ان الفرق 50%، ان انت الواد ده مش هيعرف يترجم 50 في النص جوانه اللي كان بيجيبها دي مش هيعرف يجيبها، ستيل هيجيب لك 25 جون في الدوري الانجليزي. فانا مبسوط قوي 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 بالصفقه دي، بالذات ان هو كمان عايزنا ومتنازل عن جزء من راتبه عشان يسهل الصفقه، وعايز النادي جدا ومتحمس. ودي حاجه مهمه قوي، ان انت اللعيب بيبقى عايزك وان هو بيبقى بيحلم ان هو يلعب عندك في الفرقه ومقدر قيمه الفانيلا ومقدر قيمه النادي. فدي حاجه كويسه جدا، وهو ده الواد اللي احنا محتاجينه. محتاجين مهاجم رخم وشخصيته قويه وقوي بدنيا وكويس في الهيدرز وسريع وما بيخافش والمدافعين تعمل له حساب والكلام ده كله. فانا